هذه الورقة قدامكم. احنا نجيب طبعا. طيب هذه الورقة يا إخواني ورقة بسيطة. أبو أحمد تعال. ورقة بسيطة ما جبت أي معجزة. فيها أبو ثامر ورقة عادية بيضاء مكتوب فيها 88، لكن خلونا نشوف أبو نزار. مسك أبو نزار ومسكها يا سامي من هنا. لا امسكوها كذا علشان أبو نزار اقراها من عندك كعدد. وأنت يا سامي 77. أبو ياسر أبو نزار يقراها منها 88 وسامي يقراها 77. طيب على شكل حرف لغة إنجليزية أقرب إلى إيش؟ لا أنت بالنسبة لك أم. وأنت يا أبو أحمد اللي هو دبل. لاحظ أبو نزار قبل شوية أبو يوسف يقول 88 والورقة مكانها ما تغيرت. أبو نزار غير مكانك. أبو أحمد غير مكانك. الورقة مكانها ما تغيرت. أبو نزار اقراها من عندك. 87. أبو أحمد 88. وش معناه قبل شوية أبو نزار تقول 88 والآن تقول 77؟ غير محل، غير المكان لا أقل ولا أكثر. والمشكلة تراها هي المشكلة. أنا ما أرمز للورقة على أنها ورقة. الورقة على أنها المشكلة اللي بينك وبين أخيك. الورقة هذه المشكلة بينك وبين زوجتك، بينك وبين ولدك. كم من المشاكل اهدمت بيوت بسبب ايش؟ ان الواحد واقف مكانه ما غير ومصر على رايه. لكن لو الواحد تنازل منه، والكلام هذا اوجهه لنفسي اول شيء قبل ما اوجهه لاي واحد منكم، لو تنازلنا بس وغيرنا اماكننا علشان نشوف الزاويه من المنظور اللي يشوفه الطرف الاخر، كان تغيرت ارانا عن المشكله، كان تغيرنا كثير ولا كان حصلت المشاكل. لكن اشكاليتنا ان الواحد متعصب الرايه ومصر على رايه ومصر على عينه العوره اللي يشوف المشكله بها. لكن لو كل واحد غير مكانه وتنازل وقال خلني اشوف اخي وابن عمي ورفيقي ايش الزاويه اللي هو يشوفها منها، صدقوني لو كل واحد منا بس تنازل وراح وفكر بنفس تفكير، ما معناته اني اوافق ابو نزار في كل شيء، لكن على الاقل ايش؟ انا بألتمس له عذر في بعض الاشياء. لا والله بقول يا ابو نزار فعلا ابو نزار صادق في بعض الامور، صادق في بعض الامور. ابو علي تفضل. يعني ننظر للمشكله من الجانب المضيء دائما، من الجانب المضيء، وايضا نقدر ظرف الاخر. اخي تعال، انا ما معناته اني بس احدك المكان اجي واشوف ابو نزار ليش قال 77؟ اكيد انه ما شاء الله. انا ما ارمز لل 77 هي المشكله. ابو نزار مثلا في البيت الفلاني مصر على رايه انه قاطع اخيه الفلاني، مصر على رايه انه مثلا ما يدخل البيت الفلاني. ليش؟ والله يا اخواني انا لما اجي واتحدث مع ابو نزار القى ابو نزار مسترجع كثير. يا اخوي انا يوم من الايام دخلت على مجلس ولقيت فيه غرير، دخلت وقال كفها